اوعى تكوني لسه بتغلفي الجلاش بالسمنه، جربوا الفكره العبقريه دي كمان. هنجيب لفه الجلاش زي ما هي كده، هنبدا نقطعها. انا بقيسها كده بصوابعي، كل 4 صوابع ببدا اقطع كده بالسكينه. بتقيسي كده اول 4 صوابع، تمام، وبعد كده بتاخدي القطعه وتقيسي عليها التانية، وهكذا لحد ما تخلصي الكميه كلها. بنفرد بقى كده اول رول معانا، وبنفس الطريقه برضو باخد كده بصوابعي 4 صوابع، وببدا اقطع بالسكينه، وبنطبقها على شكل مثلث بالشكل ده، ونحطها في صينيه مدهونه بالسمنه. من غير بقى ما نغلف ورقه ورقه كده بالسمنه، هتجيبي بس نص كوبايه سمنه، نوزعها على الجلاش بالشكل ده، ندخلها الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. في المرحله دي بقى نبدا نجهز الشربات: كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، عصير ليمونه كامله. هنرفعهم على النار يغلوا لمده 10 دقائق، وبعد 10 دقائق هنضيف لهم الفانيليا، وكده الشربات جاهز معانا تمام. الجلاش بتاعنا دخلناه الفرن، اول ما خد معانا لون من تحت فتحنا عليه الشوايه، بنطلعه بنضيف له الشربات بارد وهو سخن، وبيطلع بالجمال ده. لو عايزه تحشيه بقى في النص مكسرات براحتك خالص، كريمه، فستق، دي حاجه ترجع ليكي. شايفين الجمال؟ الله اكبر، بجد تحفه. لازم تشيروا الفيديو ده.